واليوم نحب لكم احنا اولا لا نطرحها بشكل مباشر، الاسئله تقدم للمحكمه والمحكمه هي التي تقدر مواجهه السؤال من عدمه وهي التي تطرح السؤال. لذلك نحن كدفاع نضع الاسئله بين يدي المحكمه والمحكمه هي التي توجه. اتضح اليوم من خلال الاسئله اللي طرحت المحكمه على الشاهد انه كاين كثير من التناقضات وكاين كثير من المغالطات اللي اقول الاكاذيب، لانه الحقيقه واحده. لما يكون المنديل ابيض لا يمكن ان يكون ابيضا اليوم والبارحه كان اسود وقبل البارحه كان اصفر. اذا المنديل ابيض لونه ابيض سنتفق عليه جميعا. كيف اليوم حقيقه واحده تروى بروايات متعدده من طرف نفس الشخص، المعلومه واحده تقال بلغات باعداد يعني بصور مختلفه وبمعطيات مختلفه وهي واحده. لذلك اليوم نحن نتبع اولا نشد بحراره على قرار المحكمه لاستدعاء الشهود، لانه انا قلتها وقلت ان المحكمه لما قررت استدعاء الشهود كان ديدنها وهدفها هو البحث عن الحقيقه، حقيقه هذا الملف. لذلك اليوم المحكمه تتبع الشهود في كل صغيره وكبيره، ومن هذا المنبر انا اشكر الهيئه الموقره لانه اليوم نحس باننا امام قضاء يبحث عن الحقيقه. لذلك يعني وانتم تتبعون معنا كيف اليوم نقبلوا ان شخص يقول بانه ما اقول اليوم هو الحقيقه وما قلته البارحه غير الحقيقه؟ من يعني شنو اللي غادي يخليني نتيقك؟ لانه من كذب مره يكذب الف مره، ومن لم يقل الحقيقه مره لا يمكن ان نصدقه ولو قال نفس القول الف مره. لذلك لم يكذب من كذب في واحده يمكن ان يكذب في اكثر من واحده. شكون اللي غيخليني نتيق بانه اليوم الكلام اللي كتقول هو اللي صحيح والكلام اللي قلت البارح وانت كتراجع عليه؟ لذلك نعتقد بانه اليوم نحن نتبع هؤلاء الشهود، وهيئه الدفاع مجتمعه تشتغل في هذا الاطار، ويعني المحكمه تبحث عن الحقيقه. لذلك تنأكد مره اخرى انه البحث في هذا الملف يعني سيظهر اماكن مظلمه كبيره، وسيبين ان القرار الذي اتخذ